بيبدأ الفيلم بشاب اسمه كايل وهو رايح حفلة بتاعت واحد صاحبه، وبيكون صاحبه ده بيحتفل بتخرجه من الجامعة، وهناك بيتعرف على بنت اسمها ايمي وبيقعدوا يتكلموا مع بعض. فبتبدأ ايمي تعرفه بنفسها وبتقوله ان هي من عيلة غنية جدا وابوها توفى من سنة وهتورث كل فلوسه كمان شهر، عشان كده والدتها قررت توديها دورة تدريبية لمدة 3 شهور عشان تتعلم الاعتماد على النفس وكمان تقدر تتحمل المسؤولية. فبيقول لها كايل ان هو كمان من عيلة غنية جدا ووالده رجل اعمال وملياردير مشهور، وعلى الرغم من ان حياته مرفهة جدا الا ان هو حاسس بالوحدة، وكمان والده دايما شايفه شخص مهمل ومستهتر وما بيتحملش اي مسؤوليه. ولما بتخلص الحفله بتركب ايمي العربيه مع كايل وبيوصلها كايل للبيت، وبيكونوا هما الاثنين مشغلين اغاني وسكرانين، وفجاه بيظهر كلب على الطريق وبيحاول كايل يتفاداه عشان ما يقتلوش، ولكن العربيه بتتقلب ولحسن الحظ بيكون كايل لسه عايش، واول ما بيخرج من العربيه بيسيب ايمي لوحدها من غير ما يساعدها وبيمشي بعيد، فبيتقبض عليه بسبب ان هو كان سايق وهو سكران، وبتتنقل ايمي للمستشفى. ولما بيعرف والد كايل باللي حصل ده بيتصل على ماركوس مدير اعماله وبيخليه يرشي القاضي المسؤول عن القضيه عشان يخرج ابنه من السجن. وبالفعل بيخرج كايل من السجن وبيكلمه والده في الموبايل وبيلومه عشان ساب ايمي في العربيه من غير ما يساعدها، وبيقرر ان هو يعاقبه ويوديه دوره تدريبيه على جزيره لمده 3 شهور عشان يعتمد على نفسه ويتعلم المسؤوليه. وبيحذره ان هو لو حاول يهرب من الدوره التدريبيه دي هيتبرى منه ومش هيديله فلوس ابدا. فبيضطر كايل ان هو يوافق، ولما بيروح على الجزيره بيقابل المسؤولين عن الدوره دي واللي هم كلوز وماكس. فبيبدا كلوز يعرفه قواعد الدوره دي وبيقول له ان هو لازم يلتزم بالمواعيد ويحترم زمايله اللي معاه، وبيهدده ان هو لو خالف القواعد دي هيتعاقب بطريقه بشعه، وفي الاغلب هيتم طرده من الدوره وهيرجع لبيته مره تانية، وساعتها والده هيتبرى منه للابد. وبعدها بياخدوا ماكس عشان يعرفوا على هيريك، وهيريك ده اللي هيكون شريكه في السكن. وبيكون كايل في الوقت ده مستغرب ان الجزيره معزوله في مكان بعيد وكمان في حراس في كل مكان. فبيقول له هيريك ان الدوره التدريبيه دي معموله لاولاد الاغنياء وطبعا لازم يهتموا بيهم ويحرسوهم، وعلشان كده الحراس دول موجودين للحمايه، ولكن الغرض الاساسي من الدوره هو انهم يتعلموا ازاي يعتمدوا على نفسهم، خصوصا ان كل زمايله في الدوره اولاد اغنياء وعملوا مشاكل كتير جدا لاهليهم. وبعدها بياخده عشان يوري له الاوضه بتاعته وبيقول له ان العشاء هيكون الساعه 7. فبيساله كايل عن السبب اللي خلى اهله يبعتوه الدوره التدريبيه دي، فبيقول له هيريك ان هو كان بيلعب قمار وخسر 50 مليون دولار في يوم واحد، عشان كده اهله بعتوه المكان ده كنوع من انواع العقاب. وبالليل بيصحى كايل متاخر عن ميعاد العشاء بربع ساعه، ولما بيروح عشان يتعشى بيقابل كل زمايله اللي معاه في الدوره، وبيتفاجئ ان ايمي اللي سابها في العربيه معاه هي كمان موجوده، واول ما بتشوفه بتشتمه طبعا عشان ما ساعدهاش وسابها في العربيه لوحدها وكانت على وشك انها تموت. فبيقطعها هنا ماكس وبيقرر يعاقب كايل عشان خالف القواعد واتاخر ربع ساعه، وبيخليه يطلع جبل 3 مرات وهو شايل حاجات تقيله جدا. ولما بيخلص بيرجع عشان يتعشى مع زمايله وبيبداوا كلهم يتعرفوا على بعض، وبتكون ايمي قاعده متضايقه من كايل وكالعاده بتشتمه، فبيعتذر لها عشان سابها في العربيه من غير ما يساعدها، وبيقول لها ان هو كان سكران وما كانش في وعيه. وبعدها بيتكلم ماكس مسؤول الدوره وبيقول لهم ان كل واحد فيهم اتولد في اسره غنيه جدا وان هو ما واجهش اي صعوبات في حياته، وبسبب ده اتعلموا الاهمال وبقوا يعملوا مشاكل لاهلهم، عشان كده الهدف من الدوره التدريبيه دي هو انهم يتعلموا المسؤوليه ويعرفوا المعنى الحقيقي للحياه. في الوقت ده بيكون والد كايل في حفله عاملها في بيته، وبيجي واحد يتكلم معاه وبيقول له ان هو هاكر محترف وقدر يخترق كل حساباته واسراره، وعرف ان هو ادى رشوه للقاضي عشان يخرج ابنه من السجن، وبيعرف ان هو عاوز 100 مليون دولار مقابل ان هو ما يقولش لحد المعلومات دي. فبيرفض والد كايل وبيقول له ان هو اكبر رجل اعمال في امريكا ومستحيل واحد زيه يدمر كل اللي بناه، وبيهدده كمان بالقتل لو فكر يطلع اسراره للشرطه او للصحافه. وتاني يوم بيحاول كايل يهرب من الجزيره وبيتفاجئ ان مفيش اي مركب يهرب بيه، فبيجي مسؤول الامن وبيقول له مستحيل يقدر يهرب لان اقرب مدينه على بعد 60 كيلو واكيد هو مش هيقدر يعوم المسافه دي كلها. في الوقت ده بيكون في رئيس عصابه اسمه بيلي بيتكلم مع 2 من رجالته وبيتفقوا انهم هيروحوا للجزيره اللي فيها الدوره التدريبيه دي ويخطفوا كل اولاد الاغنياء عشان يطلبوا فديه من اهاليهم، وبيقرروا انهم هياخدوا منهم فديه مليار دولار. وبنرجع تاني لكايل وهو متجمع مع زمايله وبيطلب منهم ماكس يجهزوا حاجتهم عشان هيعملوا معسكر في الغابه لمده اسبوع، وطبعا ده عشان يعلمهم يعتمدوا على نفسهم. وبيتحركوا كلهم للغابه وبيعلمهم ماكس المشي على الحبال عشان يقدروا يتنقلوا في الجزيره، وبيعرفهم ازاي يصنعوا فخاخ عشان يصطادوا الحيوانات، وبعدها بيعلمهم التسلق على الجبال وبيقدروا كلهم يتسلقوا ما عدا كايل بيكون خايف من المرتفعات العاليه. فبيقرر كل زمايله انهم يسيبوه ويمشوا عشان يخلوه يعتمد على نفسه، وبترجع ايمي تشمت فيه وبتقول له ان ده عقابه عشان سابها في العربيه. فبيترجاها هنا كايل ان هي تساعده لان هو بيخاف من المرتفعات، فبتتردد ايمي في البدايه شويه ولكن بتقرر ان هي تساعده وبتشجعه لحد ما بيقدر يتسلق الجبل. فبيشكرها هنا عشان ساعدته، وهو بيرجع يقول لها تاني ان هو كان سكران وما كانش في وعيه لما سابها لوحدها في العربيه، وعشان ياكد لها كلامه بيقول لها ان مفيش اي مبرر يخليه ما يساعدهاش، خصوصا لان هو اعجب بيها اول ما شافها وان هو اللي صمم يتعرف عليها. فبتقتنع ايمي بكلامه وبيروحوا لباقي زمايلهم في الغابه، وهنا بتقول له ايمي ان هي هتورث فلوسها من ابوها كمان 5 ايام، وان هي سعيده جدا بوجودها في الدوره التدريبيه دي
كايل لانها اتغيرت وحست بمعنى المسؤوليه، وبعدها بيتحركوا كلهم في الغابه وبيقدروا يصطادوا غزاله وبيقعدوا كلهم ياكلوها، وبتبدا علاقتهم تتطور وتزيد، وبتبدا فعلا شخصياتهم تتغير. ولاول مره بيكون كايل فرحان، وبيقتنع كمان ان الدوره التدريبيه هيكون ليها دور كبير في تحسين سلوكه وشخصيته. ولما بيخلص اسبوع الغابه بيرجعوا تاني المقر بتاعهم، وبيروح كايل يقعد مع ايمي وبيلاقيها محبطه وبتكون حزينه على وفاه باباها، فبيحاول يرفع من معنوياتها وبيقول لها ان باباها ساب لها ثروه كبيره، لان هو بيثق فيها وعارف ان هي هتقدر تتحمل المسؤوليه، عشان كده لازم تحترم ثقته فيها وتحقق له حلمه وتكمل اللي هو بناه. وبعدها بيروحوا يتجمعوا مع زمايلهم وبيحضروا كلهم الفطار مع بعض، وبيبقى واضح ان الاسبوع اللي قضوه مع بعض في الغابه حسن من سلوكهم كلهم وقربهم كلهم من بعض. وبالليل بتهجم العصابه على الجزيره عشان يخطفوا كايل وزمايله، وبيقتلوا كل حراس الامن اللي موجودين على الجزيره. وفي نفس الوقت ده بيكون كايل وزمايله متجمعين وبيحتفلوا كلهم بعيد ميلاد ايمي، فبيروح كايل عشان يجيب لهم مشروبات، وفجاه هنا بتهجم العصابه عليهم وبيقتلوا ماكس وكلوز. وبيكون كايل شايف كل اللي بيحصل ده فبيهرب من المقر بسرعه قبل ما العصابه تقتله او تقبض عليه. فبيسال بيلي رئيس العصابه عن مكان كايل، وبكل شجاعه بتقول له ايمي ان محدش فيهم هيقول له على مكانه، وده لانها استنتجت ان العصابه خاطفينهم عشان يطلبوا فديه من اهاليهم، وبالتالي مش هيقدروا يقتلوا حد فيهم. فبيقول لها بيلي ان هو اخترق سيستم الدوره التدريبيه وعرف كل حاجه عنهم، هو بيعرفها ان كايل جبان ومش هيقدر ينقذهم او يعمل لهم اي حاجه، واكبر دليل على كده ان هو ما ساعدهاش لما العربيه اتقلبت بيهم. ولكن ايمي بتكون واثقه في كايل ومتاكده ان هو هيرجع وهينقذهم. وبعدها بيأمر داني المساعد بتاعه ان هو يدور على كايل في الجزيره، لانه لو هرب هيحصل لهم مشكله وخططهم هتبوظ. في الوقت ده بيكون كايل واقف لوحده بعيد عن المقر وخايف ومش عارف هيتصرف ازاي، فبيفتكر لما تخلى عن ايمي وسابها لوحدها في العربيه من غير ما يساعدها، وبيعرف هنا ان خوفه هو نقطه ضعفه وان اكبر مشكله هتواجهه هو خوفه ده، عشان كده بيقرر يساعد اصحابه وما يتخلاش عنهم. تاني يوم بتبعت العصابه فيديو وهم بيقتلوا مسؤولين الدوره لوالد كايل ولكل اهالي المخطوفين، وبيعرفوهم انهم خطفوا اولادهم وعاوزين فديه $1,000,000، وبيطلبوا من والد كايل يجمع كل الاهالي وياخد منهم الفلوس ويستنى منهم مكالمه الساعه 6 عشان يعرف باقي التفاصيل، وبيحذروا ان هو هيقتل ابنه لو اي حد من الاهالي بلغ الشرطه. فبيخاف والد كايل وبيلاحظ ان ابنه مش موجود في الفيديو مع باقي المخطوفين، ولكنه بيضطر ينفذ كلام العصابه حفاظا على سلامه ابنه. في الوقت ده بيكون كايل على الجزيره وبيجهز نفسه عشان يروح يساعد صحابه، وفي طريقه بيقابل رئيس الامن وبيستغرب ان العصابه لسه ما قتلتوش لحد دلوقتي، ولكنه بيتفاجئ ان هو بيكلم بيلي رئيس العصابه وبيبلغه ان هو قبض على كايل وهيجيبه المقر، وبعدها بيهدد كايل ينفذ كلامه ويمشي ناحيه المقر والا هيقتله. فبيفهم ان هو شغال مع العصابه وهو اللي عرفهم كل حاجه بخصوص الدوره، فبيتحركوا هما الاثنين ناحيه المقر وبيمشوا على الحبل عشان يوصلوا للناحيه الثانيه. فبيحاول كايل يفكر في خطه عشان يهرب، وبيهز الحبل عشان يوقع رئيس الامن ويتخلص منه، ولكنهم بيقعوا هما الاثنين في الميه. ولحسن الحظ لما بيخرج كايل بيلاقيه وقع على دماغه ومات، فبيكمل كايل طريقه عشان يساعد صحابه المخطوفين، وبيقف في مكان قريب من العصابه وبيراقبهم عشان يلاقي طريق يدخل بيه المقر. في الوقت ده بيتجمع والد كايل مع اهالي المخطوفين، وهو بيقول لهم ان في واحد رافض يدفع الفديه بتاعت بنته، وللاسف هيكونوا مضطرين يتشاركوا ويدفعوا الفديه بتاعتها والا العصابه هتقتلها. وفجاه هنا بيكلمهم بيلي رئيس العصابه وبيوريهم فيديو لاولادهم وهم بيترجوهم يدفعوا الفلوس، لان العصابه قتلوا كل المسؤولين عن الدوره وممكن يقتلوهم هم كمان. فبيلاحظ هنا والد كايل تاني ان ابنه مش موجود في الفيديو، فبيقول لبيلي ان هو مش هيدفع اي فلوس غير لما يتاكد ان ابنه لسه عايش، وبيقفل معاه المكالمه. وبيجي الليل وبيوصل كايل للمقر وبيعرف ان العصابه متجمعين عشان يفكروا في خطه يقبضوا عليه بيها، فبيستغل الفرصه دي وبيدخل الاوضه اللي زمايله محبوسين فيها وبيفكهم، وبيكونوا كلهم مش مصدقين ان كايل انقذهم لانهم كانوا متوقعين ان هو جبان ومستهتر. وبعدها بيهربوا كلهم وبيقرروا يدخلوا الغابه عشان يستخبوا من العصابه. ولما بيعرف بيلي رئيس العصابه انهم هربوا بيتعصب جدا وبيأمر المساعدين بتوعه ريتش وداني يدوروا عليهم في الغابه ويمسكوهم. وفي نفس اللحظه دي بينفصل كايل وزمايله في الغابه عشان يشتتوا العصابه وما يعرفوش طريقهم، واثناء ما كانوا بيهربوا بتتخبط واحده فيهم في جذع شجره وبتنزف، ولكنها ما بترضاش تقول لحد من زمايلها عشان ما تعطلهمش وتكون السبب في ان يتقبض عليهم كلهم. ولما بيطلع النهار بتدخل ريتش الغابه عشان تقبض عليهم، وبيدخل في رجلها اسهم مصنوعه من جذع شجره، وبنعرف ان كايل هو اللي عمل الفخ ده عشان يعطل العصابه. على الجانب الاخر بيكون والد كايل بيفكر في طريقه ينقذ بها ابنه، وبيدخل عليه جوز والده ايمي وبيقول ان هو مستعد يعمل اي حاجه عشان ينقذ ايمي على الرغم من انها بتكرهه جدا عشان يتجوز امها. بنروح بعدها لايمي وبتكون في الوقت ده بتعيط ومنهاره عشان زميلتهم اللي كانت بتنزف للاسف ماتت، وضحت بنفسها وما رضيتش تقول ان هي بتنزف عشان هم يعيشوا. فبيتعصب هنا كايل وبيقرر يروح يواجه العصابه عشان ينتقم لزميلته، فبيروح لمكان الفخ اللي كان عامله وبيلاقي ريتش هربت منه، وفجاه بيلاقيها واقفه وراه وبتهدده يرمي السهم اللي معاه، وبتيجي ريتش وبتربط ايده، فبتيجي ايمي في اخر لحظه وبتهجم عليها وبيقعوا هما الاثنين من على المنحدر، وبيدخل جذع شجره في دراع ايمي فبتضرب ريتش وبتوقعها على الارض وبتقتلها بجذع الشجره اللي في دراعها. فبيساعدها كايل وبيربط لها الجرح وبيعترف لها هنا ان هو بيحبها. في الوقت ده بتكون الشرطه عرفت وبتتواصل مع اهالي المخطوفين وبتقول لهم رئيسه الوزراء انهم حددوا مكان الجزيره وبعتوا قوه عشان ينقذوا ولادهم من العصابه. فبيقول لها والد
كايل ان العصابه بقالها فتره مش بتتواصل معاه، وده معناه ان في حاجه بتحصل، عشان كده طلب الطياره بتاعته هيروح ينقذ ابنه بنفسه. في الوقت ده بيوصل داني اللي شغال مع العصابه لكارل وايمي، هو بيهددهم ما يتحركوش من مكانهم والا هيقتلهم، ولكن فجاه بيجي باقي زمايلهم وبيحاصروه من كل الاتجاهات، وبيكون مشتت ومش عارف يتصرف، فبيضربوا واحد منهم بسهم وبيقتله، وبكده بيقدروا يتخلصوا من كل افراد العصابه ما عدا بيلي الرئيس بتاعهم. فبيتفقوا كلهم انهم يعملوا له فخ وانهم هيمسكوه مش هيقتلوه عشان ينتقموا منه على اللي عمله فيهم، وفعلا بيجهزوا الفخ وبيستخبوا كلهم عشان يحاصروه، وبيحاول واحد منهم يستدرجه ناحيه الفخ، ولكن لحسن الحظ بيلي بيشوفه وبيقبض عليه، هو بيخليه يتحرك ناحيه الجسر اللي فيه الفخ، واول ما بيخرج من الجسر بيحدف زمايله عليه بنزين، وبيكونوا عاوزين يولعوا فيه لانهم فاكرينه بيلي رئيس العصابه، ولكنهم بيتصدموا ان ده زميلهم وان بيلي كشف الخطه بتاعتهم، وهو بيهددهم ان هم لو ما سلموش نفسهم هيقتل زميلهم ويخلص عليهم واحد ورا التاني، ولكن قبل ما يكمل كلامه واحد فيهم بيحدف عليه سهم في رجله، وبيهربوا كلهم من المكان اللي هم فيه، فبيضرب نار على جايسون زميلهم وبيصيبه في كتفه، وبيقرر يجري وراهم كلهم عشان يقبض عليهم، فبيستخبى كايل ورا سور، واول ما بيشوفه معدي من ناحيته بيهجم عليه فورا، وبيتخانقوا هما الاثنين مع بعض، ولكن بيلي بيكون اقوى منه بكتير وبيمسكه من رقبته وبيخنقه، فبياخد كايل صخره من على الارض وبيضربه بيها لحد ما بيفقدوا الوعي، وبيرميه من فوق الشلال، فبيقع بيلي على سيخ حديد وبيموت. ولما بتيجي ايمي بتلاقي التليفون بتاعه اللي كان بيتواصل بيه مع العصابه، فبتاخده عشان تديه للشرطه، وبعد شويه بتوصل الشرطه والاسعاف وبيعالجوا الجرح اللي في كتف جايسون، وبيجي والد كايل عشان يطمن على ابنه، وبتعرفوا ايمي ان كايل اتغلب على خوفه وانقذ كل زمايله اللي في الجزيره وبقى شخص فعلا يعتمد عليه. وهنا بتشوف جوز مامتها وهو قلقان عليها، فبتروح عشان تقابله وبتكون مش مصدقه ان هو جاي يطمن عليها، خصوصا لان هي بتكرهه وحاسه ان هو طمعان في فلوس باباها اللي هي ورثتها. وبعدها بتقعد تشوف الموبايل بتاع بيلي رئيس العصابه وبترن على اخر رقم اتصل بيه، فبتتفاجئ ان هو رقم جوز امها، وبتعرف ان هو كان شريك العصابه وكان عاوز يقتلها عشان يسرق الفلوس اللي ورثتها عن ابوها، فبتيجي الشرطه وبيقبضوا عليه، وبتقرر بعد كده ايمي ان هي تكمل حياتها مع كايل وبتعترف له بحبها، وبيخلص الفيلم.